بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين. إخواني أخواتي، أهلا بكم. توصلنا بخبر وفاة الكوميدي عبد الرحيم التونسي المعروف بعبد الرؤوف. الله يرحمه، الله يوسع عليه. يعني هاد السيد ما كاينش اللي ما ضحكش. ضحكنا حنا، ضحكوا ولادنا، ضحكوا الاباء ديالنا، ضحكوا الاجداد ديالنا، ما كاينش اللي ما ضحكش. يعني الكبير والصغير، الغني والفقير، كل شيء كيعرف عبد الرحيم التونسي، كل شيء كيعرف عبد الرؤوف. غير كتشوف اللبسه ديال عبد الرؤوف والطربوش كتجيك هذيك الكوميديا كتجيك في راسك، كتقول غادي نضحك. الله يرحمه، الله يوسع عليه. توصلنا بخبر وفاته في هذه الساعة. والله يعني كنتمنى اللي سمع هذا الفيديو ولا سمع فيديوهات اخرين ولا سمع يترحم على هذا السيد. السيد كنت كنتمنى دائما، كنتمنى شي نهار كنقول بغيت نشوفه، بغيت نتلاقى به، بغيت نعنقو، بغيت نبوسو، بغيت نبوس لي على راسو. عندك هادو جوج، هو و هذاك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، هو والداسوكين. هاد الناس يعني تهملوا وما حتى واحد ما بقى كيعرفهم، حتى واحد ما بقى كيديها فيهم. والله يرحمه، الله يوسع عليه. عفوا. توفي عبد الرحيم التونسي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين. الفنان الكوميدي المغربي عبد الرحيم التونسي، اللي مشهور بلقب عبد الرؤوف، والعمر ديالو ناهز 86 سنة. توفى في المنزل ديالو بمدينة الدار البيضاء. وأكد حسان نجل سي عبد الرحيم التونسي عبد الرؤوف، الله يرحمه والله يوسع عليه، أكد النجل ديالو أو الابن ديالو في اتصال هاتفي، أكد خبر وفاة والده بعد صراع طويل مع المرض نتيجة تقدمه في العمر، والذي تسبب في حرمانه من ممارسة أنشطته الفنية واليومية لعدة سنوات. كل شيء هذا الشيء والله العظيم كيبقى فيه الحال. يعني فنان، مغني، كوميدي، مسرحي، ممثل، كي تا كتجي الوفاة عاد بس كتسمع كيقول لك كان مريض، كان يصارع وما كنسمعوا والو، وحتى واحد ما كيدوي. لو كنا نسمعوا، لو كنا نمشيو ونزوروه ونديروا المستحيل. ولكن ما فهمتش علاش هاد الناس كيتهملوا. وفين هي الصحافة؟ هاد الصحافة اللي كتضل كتهضر هكا هكا، فين هاد الناس؟ علاش نساتهم؟ ويعني لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. كان راحل عبد الرحيم التونسي، الفنان عبد الرحيم التونسي او عبد الرؤوف، كان قد عقد لعدة أيام في قسم مرضى القلب في مستشفى الشيخ زايد بمدينة الدار البيضاء في أكتوبر الماضي بسبب معاناته من ضيق التنفس. ويشار إلى أن الفنان عبد الرحيم التونسي أو عبد الرؤوف، الله يرحمه ويوسع عليه، كشف في حوار سابق مع جرائد عدة أنه حرم من مزاولة بعض أنشطته اليومية مثل الخروج إلى الشارع بسبب فقدانه البصر بشكل كلي، مشيرا إلى أن وقته يمر بمشاركته مع أفراد أسرته وأصدقائه الذين يقومون بزيارته للإطمئنان عليه. والله يا سيدي ما كنا عارفين، وما كانت مرة كنسول الناس وكنقول عبد الرؤوف ما عرفت مالو غبر، ما بقينا سمعنا عليه، ما عرفت كي داير، ولكن ما كيجيني لا خبر لا والو. شكون غتسول وشكون غتسمع؟ فين هي هاد الصحافة وفين هاد؟ ما كنسمعوا حتى شي حاجة. علاش هاد الصحافة؟ الانسان يعني كيف ما كان مريض ولا صحيح تبقى متابعاه دائما بحوارات، بمكالمات، يعني ما فهمتش الناس دابا كتقلب غير على الحاجه اللي فيها العاقه وفيها الفلوس. وهاد الناس هادو اللي ضحاو بالغالي والنفيس تنساو. الله يرحمك، الله يرحمك يا سيدي، الله يوسع عليك.